تشهد صدارة الدوري الإسباني صراعا نفسيا محتدما بين ريال مدريد وبرشلونة، حيث يتأرجح الفارق أسبوعيا بين التقدم ب4 نقاط لهذا الطرف أو نقطتين لذاك بحسب جدول المباريات. برشلونة فاز في 12 من أصل 13 مباراة، بينما حقق ريال مدريد 7 انتصارات متتالية، ما أبقى المنافسة مشتعلة. أحيانا يمنح خوض المباراة أولا أفضلية نفسية، إذ يضع الضغط على المنافس ويحدد نسق السباق. حاليا ريال مدريد متصدر لمدة 48 ساعة، مستفيدا من تعثر برشلونة في مباراة الأنويتا سابقا أمام ريال سوسيداد. وفي حال فوز برشلونة أمام جيرونا سيبقى الفارق نقطة واحدة. ومع اقتراب الجولات الحاسمة، خاصة مباراة الكلاسيكو التي ستكون في الجولة 35، يبدو أن لقب الليغا سوف يحسم بالتفاصيل الصغيرة.